احلى تحيه لكل اللي بيشوفوني. معاكم حسن التوني، واولى ليالي السحور ليا بره عند عربيه الناس بتجيلها من كل مكان، وهي عربيه عم وحيد. الزحمه اللي انتوا شايفينها دي كلها ايوه عشان ييجوا يتسحروا من الفول بتاع عم وحيد. ده بقى عم وحيد اللي بقول لكم عليه، شغال بنفسه وواقف على شغله. فتعالوا نشوف الفول عنده بيقول ايه. ده منيو السحور صورته ليكم عشان تاخدوا سكرين شوت. هنا بقى بيجهزوا البتنجان والسلطات للناس. نخش بقى على التقيل، قدرة الفول المولعه نار وحبايه الفول الزبده وهي بتتعبى من عم وحيد بال30 اوردر على طول. الله اكبر، عشان يكفي الناس الكتيره اللي شفتوها في اول الفيديو. نخش في التحويج بقى. الطحينه تنزل تتدلع كده، شويه زيت حلو، بعد كده شويه زيت حار هناك كده. ومش هننسى السر بتاع عم وحيد، الهريسه الحمراء. نيجي بقى للاومليت، البسطرمه والساده، وفي منه خضروات كمان بيتعمل زي ما انتم شايفين كده. والشكل بتاعه في الاخر بيظهر كده، هو صغير حبتين. يا ستار، عشاق الملايين البطاطس جمبري وهي بتترقص في الزيت ملهاش حل يا جماعه. واخيرا طاسه البطاطس العاديه اللي شغاله على طول ما بتوقفش عشان تقدر تكفي على العدد ده. جبنا اغلب الحاجات بقى بعد ما قعدنا نجمع فيها انا وصاحبي يجي ساعه كامله. فتعالوا بقى ندوقها. نخش في بطل الحلقه اول حاجه، وهو الفول بتاع عم وحيد بالزيت الحار وانا بقلبه كده. بعد كده سحبت ودن القطه. طعم الفول حكايه، الفوليه زبده مع تحبيشه عم وحيد، لا جمال ودلال يا اخواتي. البابا غنوج حلو جدا ومظبوط، لازم تطلبوه مع الاوردر. نيجي بقى للمسقعه. البطاطس والبتنجان قطعهم كانت كبيره، مش عارف اخد اللقمه يا عم وحيد. المسقعه بصراحه كانت برضه ناقصه ملح ومش حلوه قوي ففاكس. اللي جاي عشانها مخصوص البطاطس جمبري، بصوا شكلها عامل ازاي. لازم تتجمع الفول. حازم من حلاوتها قفل الكادر عليا وركز على البطاطس. سحبت واحده كده بقى مع الطحينه، دمار في الخيال بدون افوره. هنا بقى كنت بقدر حازم، قلت له لقمه فول تاني والنبي، قال لي لا اخلص انا جعان. الاومليت كان عادي والبتنجان شغال. خلاصه عم وحيد بالنسبه لي مش اجمد فول ممكن تاكله، ولكن الفول بتاعه حلو جدا. البطاطس جمبري دمار في الخيال مع شويه بابا غنوج وبتنجان وشكرا.